اشتري باب جاهز ولا اعمله عموله، ويعني ايه اصلا باب بي سي؟ في الفيديوهات الخمسه اللي فاتت فهمتك يعني ايه خشب طبيعي ويعني ايه خشب صناعي وفكره تصنيعهم وطريقه استخدامهم. وعشان تعرف تشتري باب خشب طبيعي متصنع يدوي ولا جاهز من المعرض، تعالى وانا اقول. خلينا متفقين ان الباب الجاهز هو العموله والعموله هو الجاهز، بمعنى ان الباب الجاهز نجار او مصنع عمله عادي جدا، والعموله نفس الفكره. لكن الفرق الوحيد ان الباب الجاهز انت بتنزل تشتريه على بعضه كده، اكسسواراته ومفصلاته بكالونه بسلطاته وبابا غنوجه بكل حاجه على بعضه، يا دوبك هتجيبه الشقه وتركبه على طول. بس المشكله ان مقاساته ستاندرد، لازم تكون عارفها عشان خاطر تكون عامل حسابك من الاول وانت بتقسم. كمان الفينش بتاعه بيجي من اخشاب مصنعه مرزوع عليه قشره بي في سي او اتش بي ال، واخد فينش نهائي ولا دهان ولا دوكو ولا اي حاجه خالص. فعامل الوقت هنا سريع جدا، في ثانيه تقدر تنقي وتختار وتشتري وتركب وتعمل كل اللي نفسك فيه. اما الابواب العموله فانت بتنزل تشوف النجار اللي هتشتغل معاه الاول، وتشوف نوع الخشب اللي هتشتغل بيه، بيتفقوا على شكل العوارض والسقاسات اللي جوه حشوه الباب، وهيتفق كمان على الفينش النهائي وشكل الباب، وهيكون دهان استر ولا عادي، وهتلزق قشره بي في سي ولا هتشتغل بلوح اتش بي ال. لسه بقى هتروح تنقي الاصرار بتاعتك والاوكر والمفصلات والكوالين وكل حاجه حرفيا. فهتاخد وقت طويل جدا على ما توصل اللي انت عايزه، بس هتاخد جوده محترمه. الفيديو اللي جاي هنفهم مع بعض يعني ايه بي في سي ويعني ايه اتش بي ال. هقول لك على افضل باب ممكن تشتريه وازاي تصنعه وتعمله عموله ويطلع زي الجاهز بالظبط باعلى كواليتي. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده، سلام.